السلام عليكم يا جماعه، الله يمسيكم بالخير. تضامنا مع جمهور المغرب وكل التوفيق لمنتخبنا العربي الوحيد في البطوله، المنتخب المغربي ضد اسبانيا بدور ال 16 من بطوله كاس العالم. فيديو اليوم جايين نسوي فقره فعاليه اسئله مع الجمهور المغربي، نختبر ثقافتهم الكرويه. هل بتكون حمود بدون مقابل؟ لا طبعا، جايبين لهم جوائز المقابل يا جماعه المقابل انهم ياخذوها وهم رايحين المباراه، ويكونوا ان شاء الله جاهزين للتشجيع سواء داخل الملعب او في اي مكان ثاني حيحضروا فيه المباراه. تتوشح فيها من تيشيرت، من صبغ للوجه، من هذا اسمه الفان بوكس. نعم، تعرفوا ايش في ان شاء الله داخل البوكس في الشتات الجايه باذن الله. يلا. طبعا يا جماعه السوق واقف، موروكو اليابان متعادل. المايك عندي. طبعا يا جماعه السوق واقف، اليابان متعادل. هذا الكلام اللي قاله حمود. نعم، موروكو يا جماعه. باختصار شديد، قبل لا نكمل اسئله الناس في مشيرب ونرجع لسوق واقف مره ثانيه، هاي هديه الناس اللي بنعطيها للجمهور، اللي هي ايش؟ فان بوكس تيشيرت المغرب. مش عارف هاي المنتخب الاصلي ولا لا، بس تيشيرت للجمهور، نسخه الجمهور ترى انا مجرب التيشيرت قوي والله. محمد بيقول مجرب التيشيرت قوي والله مجرب. علم هذا صراحه الان. كوفيه كيف يعني؟ والعلم اللي رقبه الان لا البسها ورب الكعبه الان. انا العلم موروكو. زين، نظاره طبعا. لا ما البسها والله، ما اذا كانت جدوى صح؟ لا والله شارة كابتن. لا مش ها بلون صح، بلون. طرين. شنطه تحط فيها اغراضك. لا ايش؟ عم بالي شنطه والله، ما البس الباروكه ورب الكعبه ما البس الباروكه. فهاي المفروض انه رسم بالوجه وكذا. ولا حد يضحك عليك ب5 ريال ارسم لك ولا تجربه. شوف ايوه شوف هاي البرتغال. تكفى هذا اللي بيتعلق بالظهر من ورا. ايوه بنشيل القراطيس هذه كلها والله. ما شاء الله، واو يا الهول والله حلو. احمد صوبك على الفيديو. طبعا لقينا اخواننا سود الاطلس موجودين في وسيل، نتعرف عليهم بشكل سريع. حسني مغربي عايش في امريكا. عمر مغربي عايش في مراكش. عمر من الدار البيضاء. اول سؤال، بكره وين حتشوفوا مباراه المغرب؟ من الملعب ان شاء الله. يا سلام، ان شاء الله من الملعب. يعني حاسين تذاكر. الحمد لله. شوفونا تذكره واحده. توقعي 2-1 للمغرب ان شاء الله. انا توقعي 1-0 المغرب ان شاء الله. اظن 1-1، وفي الاشواط الاضافيه 2-1 للمغرب ان شاء الله. يا رب. طيب الحين اللحظه ايش اللي حيكون فيها جائزه؟ حنسال سؤال، اذا جاوبتوا عليه بشكل صحيح في جائزه ان شاء الله. تروحوا بكره مباراه المغرب جاهزين للتشجيع باذن الله. ان شاء الله. السؤال هو، اعطيني مجموعه المغرب في كاس العالم 2018 اللي كان في روسيا. مين كان في مجموعه المغرب؟ الفرق اللي كانت في مجموعه المغرب. الاول كلهم عارفين. لا كلهم عارفين. ايران برتغال اسبانيا. يا جماعه كنا نمزح معاكم، الحين نعطيكم السؤال. لا انا ربحت. خلي السؤال. زين اعطيني اللاعب رقم 4 في المغرب حاليا. سفيان امراب. لا جدال. سفيان امراب. جوابهم خطا. لا 4. سفيان امراب. مش سفيان عطيه كان زمان. مرابط. سفيان امراب. اعطيتك اسمه كنيته يعني. نعطوك مكان زياد. يعني اسم الزوجه، عدد الاولاد. لا جيب الهدايا ان شاء الله قاعدين يعطوني اسئله اصعب من اللي سالتها ويجاوبوا عليها. والله انا استسلمت، فقدت الامل. اسلمهم وانا ساكت. ما اسم قلب الهجوم تاع شباب الخليل؟ السلام عليكم. شباب الخليل ترى فريق فلسطيني يا جماعه، بيلعب في الدوري الفلسطيني. والله ما مش قلب هجوم، جيب لاعب. لون المايوت شباب الخليل. يلا ابيض. لا فاش كيكونوا خارجين، اما كيلعبوا بالاحمر فاش كيستقبلوا احمر. خلاص اعطيهم هدايا. احمر اسود. اسمع، انا اعطيه هو يسال، انا ما لي علاقه بالموضوع. زين تستاهل. شوف
والله الله يجزاك الخير، الله يجزاك الخير، والله على راسي، والله على راسي، والله على راسي، والله على راسي، والله فلسطين 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 والله بيلمونا بحبهم، والله بيلمونا بحبهم. فلسطين 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 والله هذه شباب فلسطين نحبكم في الله. هذا اقل شيء، والله اقل شيء ممكن نقدمه لحبايبنا المغربيين. هذا بوكس تروح بكره ان شاء الله، يمكن شفتوه اتوقع برا في اماكن ثانيه، تروح ان شاء الله جاهز للمباراه تشجع وباذن الله تطلع وانت فايز يا رب. هذا دبل اكس ال على قدش. هذا كان دبل اكس بس ممتاز. سبحان الله. وهذه لارج حتمشي مع حد من الشباب فيكم ما بعرف. الله يحفظك. والله نورتونا. والله نورتونا. والله والله شوف انا اريد ان اقول حاجه. تفضل. والله الحمد لله منين جينا هنا وحنا الحمد لله بقدره ماليه، ولكن الهديه على قدر مهديها كقصه الهدهد مع سيدنا سليمان. هذه الهديه عندها رمزيه كبيره ان شاء الله، وساخذها لواحد الاخ عزيز في المغرب ان شاء الله. تذكروا بفلسطين. انا هذه الهديه انا اخذها ان شاء الله زوج اختي ليبي. يلا رزق عنده ولد سماه مصطفى ان شاء الله، هو ليبي متزوج باختي وباذن يا الله رب نفرح كلنا ويفرح مصطفى. اقول لك شيء، هو يوم خلق يوم ربحة مغرب كندا. وجه الخير وجه الخير وجه الخير، وان شاء الله بكره تكمل معاه بالفرحه يا رب. عايشك يا اخوي عايشك يا اخوي. طلب مني الشارع بعد اللي صار ما اقل حاجه، والله اقل شيء والله العظيم. يسار عند القلب، يسار عند القلب. نعم والله هذه بكره موجوده باذن الله. احنا يمكن ما نقدر نحضر بس انت لابس الشارع وان شاء الله حاضر. ولا بد. هذا الشوت بنصوره تعليقا على اللي صار من شوي. اثلج صدري والله، اللي صار قبل شوي اثلج صدري حرفيا. يعني والله جد والله قسما بالله انه انا وانا معاهم خلقتني العبره. يا جماعه احنا جايين درب لوسيل على اساس نقابل مغاربه وما لقينا، والله جانا احباط ورايحين نغير مكاننا. طلعوا لنا الثلاثه هذول. اتوقع راد لو وقفنا الفيديو على الثلاثه هذول انا اكتفيت. اكتفينا. انا قلت لك الله ما يضيع تعب شخص، الله ما يضيع تعب شخص، واحنا ماشيين الله رزقنا فيهم. فالحمد لله رب العالمين، وتشرفنا فيكم والله يا اخوان انكم بتشوفوا الفيديو فعلا اي نسخه في كاس العالم كان فيها طاقم التحكيم نسائي بالكامل. اي مباراه 2022 ايوه اي مباراه. طيب اصعبها عليك، اي مباراه شفت الماتش؟ استنى قال شاف الماتش. اي مباراه شفنا في قطار. اي مباراه مين؟ ايوه المانيا ومين؟ المانيا وبلجيوم. لا استراليا. كوستاريكا. المانيا وكوستاريكا. ممتاز صح. ليك ولا اخوك عشان بكره لما تحضر ماتش المغرب تلبسوها بينكم، واحد نظاره، واحد يرسم، واحد يحط العلم، واحد يلبس التيشيرت، وان شاء الله المغرب فايز ان شاء الله. كم تغيير لوكيشن يا جماعه؟ حاليا احنا وين محمد؟ الحين طالعين من النفق من المشيرب على سوق واقف. يلا طبعا نكمل. هنا بيقولوا ايش؟ الجماهير والله العظيم الله يعين عليهم. بنشوف الحين بنشوف. حيشوفوا هم كمان. نسيت الكمام. الله يسلمك. نتعرف عليك. احمد من المغرب. احمد، توقعاتك مش امنياتك لمباراه بكره اسبانيا والمغرب. ان شاء الله 1-0 للمغرب. 1-0 المغرب يا رب. زين شوف بعطيك 3 اسئله تجاوب على الثلاثه صح تاخذ معنا الجائزه. اوكي. من اللاعب رقم 5 في منتخب المغرب؟ اقرد. ليش الله أقرد؟ عليك. اوكي اول جواب صحيح. رقم 26 في المغرب. 26 في المغرب. داري اشرف داري. نو غير صحيح. زين اعطيك محاوله اخيره. 24 سهل. 24 سهل اساسي جداً. ومش اساسي. اي ميكس بين ال 26 لاعب. القائمه 26 لاعب صح؟ 26. انا اعطيك ميكس. هارد لك يا اخوي اللي جابه بدر بنون. هارد لك هارد لك هارد لك. حمزه اللبار من المغرب. علي السوي من المغرب. والله والنعم. اعطيكم سؤال بسيط جدا يلا تجاوب عليه تربح معنا الجائزه. وفي فعاليات هناك مغربيه ترى. المنتخب المغربي في كاس العالم 2018 مجموعته كانت مع مين؟ اسبانيا، ايران، والبرتغال.
سؤال سهل يا الله، عشان سهلت السؤال الحين نجاوب. زين اعطيك سؤال اخر سهل. كم مره شارك المنتخب المغربي في كاس العالم؟ 6 مرات. يا اخي خلاص يستاهل هديه، يستاهل هديه. الفان بوكس ان شاء الله نشوفكم بكره متزينين فيه ونحتفل مع بعض كلنا بتاهل المنتخب، تاهل تاريخي. الملعب؟ وين بتحضر الملعب؟ في الملعب. احنا الحين قاعدين ندور تيكت والله. يلا ان شاء الله. يا رب نحصل، يا رب نحصل، يا رب نحصل. الله يخليك. نتعرف فيك اول شيء. انس المغرب. نعم. نبيل. نبيل، اول شيء حتشوف المباراه بكره وين؟ في الملعب ولا برا في مكان؟ الملعب. يعني في تيكت موجوده؟ الحمد لله. الحمد لله في تيكت. عقبالنا ان شاء الله، عقبالنا نلاقي تيكت. افضل انجاز للمغرب في نهائيات كاس العالم ايش هو كان؟ افضل انجاز حققته في المغرب افضل انجاز في الفرنسي. لا دوزيام تور. في 86 تاهلنا للدور الثاني اوكي. وخسرنا مع المانيا ب 1-0، وقبل ربحنا البرتغال 3-1 وتعادلنا مع الانجليز ب 0-0. استنى راد ترى هو اللي قال ما بيعرف معلومات وموجود دعم نفسي المفروض بس. تأهل دور 16 هتروح ان شاء الله جاهز بالاعلام بالكوفيه بهذه الهديه البسيطه اللي نقدمها لاخواننا المغاربه، شكرا جزيلا. اللي اقل شيء ممكن نقدم لهم اياه احنا الفلسطينيين. والله الدعم اللي بنشوفه الفلسطينيين اقل شيء، والله اقل شيء. شكرا. عقولنا فلسطين والله واجب معاكم احنا من اول مباراه ان شاء الله. ان شاء الله بكره معاكم وتكون مربوحه ان شاء الله. مرحبا بكم في المغرب ان شاء الله. عبد الجليل. عبد الجليل والله والنعم. عبد الجليل توقعاتك مباراه المغرب واسبانيا؟ توقعات يا اخي والله ان شاء الله باذن الله حيكون الفوز للمغرب ان شاء الله. مين رقم 6 في منتخب المغرب؟ من رقم 6 في منتخب المغرب. اي نعم. اعطيك هنت. والله قلب دفاع. 6 في منتخب المغرب. نعم. والله جيت على زين اغير لك السؤال. هداف المنتخب المغربي التاريخي؟ التاريخي حيكون اشرف حكيمي. لا بعيد عن الجواب اطلاقا. اجابه غير صحيحه. هارد لك يا اخوي، هارد لك. تعرف بيك اخوي. نور الدين من المغرب. والله والنعم يا نور الدين. زين يا جماعه نور الدين قالوا ان ثقافته الكرويه ممتازه، فانا صراحه ناوي اصعبها عليه. بعطيك سؤال. مين هداف المنتخب المغربي عبر التاريخ؟ عبد المجيد الظلمي. مين؟ عبد المجيد الظلمي. زين اسهل لك الليفل شوي، مونديال 2018 مين كانت مجموعه المغرب؟ البرتغال، اسبانيا وايران. ايران. حلو، اجابه صحيحه، لكن عشان غلط بسؤال وجاوب السؤال اصعب عليه شيء الموضوع. مين رقم 6 في منتخب المغرب؟ سايس، غانم سايس. خلاص يستاهل صراحه، يستاهل بالجداره. سايس. طبعا بما انك ان شاء الله بتشجع المباراه في المنزل او حتى لو اي مكان، كلنا قلبا وقالبا مع المنتخب، فباذن الله تشجع وانت متوشح بالمغرب. منير. وين نعم. حمزه. وين حتحضر المباراه بكره؟ في المركب ان شاء الله. في المركب؟ في المركب. وين المركب؟ تيران. اوكي. احنا نقولوا تيران. اوكي. ان شاء الله كاملين نروحوا ان شاء الله. بس ايش مركب؟ انا ما فهمت مركب. مدرج الملعب. الملعب مدرج. قال لي مركب. راد قال لي مركب. انا شوي محتاج اتعلم مغربي صراحه. قالوا معلوماتهم الكرويه يا راد ممتازه، وفي سؤال سالناه للناس وللحين ولا حد جاوبه. مين الهداف التاريخي للمنتخب المغربي على مدى التاريخ؟ فرس. اخيرا حد جاوب صح. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عليك. اسمع اسال الشخص ما شاء الله عليك. يستاهل جائزه. يا جماعه ولا حد جاوب هذا السؤال ابدا، كله اعطانا اسماء ثانيه. اوكي. جابته صح. حنسال ثاني، نسال الشخص الثاني. سؤالك اسهل من سؤاله. كم مره شارك المنتخب المغربي في نهائيات كاس العالم؟ 6. لا الجماعه دارسين والله. الجماعه دارسين والاثنين يستاهلوا والله. هاي عندك، هاي لارج، هذه اكس لارج عندك عشان بكره تروح المركب. قال المركب تروح المركب بكره جاهز. هذه كلها متوشح في المغرب. شكرا. وان شاء الله نطلع من المباراه مبسوطين كلنا ان شاء الله يا رب. مربوحه ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله 2-4-5 يا رب. الله يسعد منكم. بتعرفوا على بعضنا الحين. اخي المغرب اهل الكره. لا في الدول العربيه ولا في افريقيا. المغرب عنده زعل الناس منا الحين. ما نزعل الناس، ما نزعل الناس. يعني احنا المغرب عندنا تاريخ في الكوره. ايوه صح. من من القديم. احسن ثلاثه في العالم. كاين العربي بن مبارك، ميدي بيري، مارادونا. كاين أوكي. سير ما قلت لك المغرب ما هو المغرب الحين. المغرب اللي كل العرب الحين. صح. مغرب كل شوف مغرب كل العرب كل افريقيا. المغرب ان شاء الله.
بتكون فرحتنا كبيره والله العظيم، بيكون فرحتنا كبيره. ليش لا؟ ليش ما نستاهل احنا ناخذ الكاس؟ فرحة كل العرب ان شاء الله. ايوه كل العرب، والله كل العرب. اخواننا في قلوبنا فلسطينيين فلسطينيين حبايبنا والله. كلهم في قلوبنا. اقل شيء والله نقدم لكم جواب إياه. صحيح. هذا الدعم اقل شيء. الجواب صحيح. والله صحيح. احنا نشجع اسبانيا. ها لا تقول لا فلسطينيين. احنا معاك في المدرجات من اول مباراة ولا يمكن في الملعب. ده مش انا لوحدي، الشعب المصري كله، وان شاء الله نعيد امجاد بصير صلاح الدين والنايبت مصطفى حجي وعزيز بودربالة والامريسي، كل النجوم والظلمي ايوه ويجي المنتخب المغربي. وانا باكد على نقطه مهمه جدا، على نزاهه التحكيم. مش هتحصل احداث خروج تواطؤ البرازيل قبل كده مع النرويج وخروج النرويج، صح كده؟ نرويج وخروج المغرب. وانا باكد ان شاء الله كل الوطن العربي بيأيد وبيدعم المنتخب المغربي الممثل القوي للعرب. تعرف بيك اخوي. مرحبا عبد اللطيف طلال، الوطن العربي، اخبار المساء. والله والنعم تشرفنا فيك، طبعا شرف ان نطلع مع صحافي تونسي مغربي كلنا عرب وان شاء الله مربوحه. يا رب يا رب يا رب. شجاعاتكم طبعا اكيد ان شاء الله. قاعدين ندور تكت جاور مخرجين عليكم ندور تكت والله. اعطيك سؤال صعب شوي، شخص واحد جاوب اليوم. من الهداف التاريخي للمنتخب المغربي؟ هداف تاريخي. حياك عون نسيت. ما نسيت. لا ماشي لا التاريخي المنتخب. ايوه المنتخب. صلاح الدين باصير. لا هو الثاني. الله اكبر. اخيرا انا جائزه ديالي. ان شاء الله يا جماعه الجائزه الكبرى بالتأهل بكره لنا جميعا. يلا سعدوا. مبروك علينا هذه البدايه، مازال مبروك علينا هذه البدايه، مازال يعني لسه في يا رب. تفضل الهديه للجميع. يا الرئيس يا الرئيس ولا تعاونتي انا اللي كنت هو اللي قال انا اللي يعاونوك. الربح ان شاء الله بكره بالتأهل لنا جميعا يا اخوي.